فلوس يا ماما. مفيش فلوس يا أشجان غير الفلوس اللي هتسافري بيها. يا ماما انا عايزه فلوس ضروري، اللي خدته ده ما كانش كفايه. اديتك اللي يكفيكي وزيادة، ولما توصلي عند ابوكي هو يبقى يديلك فلوس زيادة. انا محتاجه فلوس، ومحتاجه حاجات قبل ما اسافر رحله اسوان دي. انا عارفة كويس قوي انت عايزة الفلوس دي ليه، عشان الزفت اللي بتتعاطيه. لا 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 يا ماما، لا لا، انا قلت لك ان انا خلاص بطلت والله، صدقيني. وانا كمان عايزاكي تصدقيني، انا ما بقاش عندي فلوس، حتى العربية اللي حيلتي بعتها عشان اصرف عليكي في المصحة وتتعالجي من الادمان، لكن يظهر ما فيش فايدة فيكي. يا ماما رايحه فين يا ماما؟ انا عايزه فلوس، اديني فلوس الله يخليكي. طب هتبقى اخر مره والله اطلب منك فلوس. يا ماما انا تعبانه ومحتاجه الفلوس دي. افتحي الباب يا ماما، دول 2000 جنيه بس يا ماما. مش هتاخدي ولا جنيه يا أشجان، امتى يرجع ابوكي ويشيل همك؟ انا تعبت، هو عايش بره وانا اللي بقاسي معاكي هنا. يوه، هو الباب مفتوح كده ليه؟ يا معلم حوده، يا معلم. يا اختي راح فين الراجل ده؟ معقولة ينزل ويسيب باب الشقة مفتوح؟ يا معلم حوده، يا لهوي، يا نهار اسود ومنيل، اللي انا شايفاه ده معلم حوده. يا معلم، يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ده غرقان في دمه، ده ما بينطقش، يا دي النصيبه السودا، معلم حوده شكله اتقتل. ايه اللي عندك يا مجدي؟ المجني عليه اسمه حودة أحمد نصار، وشهرته حودة طينة، تاجر مخدرات قطاعي. حودة طينة؟ اسم على مسمى، انا شايف اكتر من طعنة. والسكينة اللي اتقتل بيها دي من البيت نفسه، وباقي طقم السكاكين في المطبخ. معنى كده ان القتل ما كانش متعمد، لان كده الجاني جاي من غير سلاح. اكيد يا فندم. ده في اكتر من طعنة. كويس ان سلاح الجريمة موجود، اتمنى نلاقي عليه بصمات. والموبايل بتاعه واقع هناك اهو، واعتقد ان حصل عركة، لان سجادة الاوضة زي ما سيادتك شايف متحركة من مكانها. ولقينا كمان تيكت سفر لاسوان بتاريخ يوم الاثنين ميعاد الساعة 7 بالليل، يعني بعد بكرة. في اي معلومات تانية عرفت تجمعها؟ عرفت ان المساعدة بتاعته صفية الحلو، ان في حقن وحبوب مخدرة واكياس جرعات اختفت، بالاضافة لايراد اليوم كله يا فندم. الله يرحمك يا معلم حوده، ما كانش يستاهل ابدا اللي حصل له ده والله. دي اللي اكتشفت الجريمة؟ ايوه يا فندم هي. يتم حفظ الأدلة والموبايل الخاص بالمجني عليه وأداة الجريمة وتذكرة السفر، ويتم نقل الجثة للطب الشرعي لمعرفة سبب ووقت الوفاة، ويتم التحفظ على مسرح الجريمة لحين انتهاء التحقيق. صفية إبراهيم الحلو، 31 سنة. ايه هي وظيفتك عند المجني عليه يا صفية؟ انا بدي حقن والسلام، وما كنتش عارفة انها هتوصل لكده. لما انت مكسوفة من الشغلانة دي اشتغلتيها ليه؟ ظروف يا باشا، ظروف الحياة والله. انا نفسي ابطل الشغلانة دي، بس مستنية اما اتجوز. معنى كده انك تعرفي المترددين على شقة حودة طينة؟ دول كتير قوي قوي يا باشا، على كل شكل ولون، في الكبير والصغير، في ولاد الناس ولا مؤاخذة يعني. لكن اكيد شفتي او سمعتي مين اللي كان عنده امبارح قبل وقوع الجريمة؟ ها؟ امبارح جاله ناس كتير قوي قوي، لكن في واحدة منهم حصل بينها وبين المعلم حودة الله يرحمه خناقة كبيرة قوي قوي، كان صوتها عالي، وكان يوم ما يعلم به الا ربنا، وهددته انها لو ما خدتش الجرعة اياها هتعمل وتسوي وتقلب الدنيا فوق دماغه يا باشا. وتبقى مين دي؟ وايه اللي حصل بينها وبين المجني عليه علشان تحصل الخناقة دي؟ اسمها أشجان يا باشا، أشجان بنت ناس زوات، واضطر المعلم حودة انه يطردها. ايه اللي حصل علشان يطردها؟ معرفش، بس انا دخلت يا باشا لا مؤاخذة كده، لقيتها موطية على رجليه وعمالة تبوس فيها وتقول له
ابوس رجلك يا معلم حودة، ابوس رجلك المرة دي بس. دي هتبقى اخر مرة والله، اخر مرة ليا. ولو ما جبتش الفلوس ارميني من الشباك، لكن من فضلك اديني تذكرة المرة دي بس. لا شاطرة، بطلنا خلاص المجاني، بطلنا الشؤون الاجتماعية ابو بلاش. معاكي فلوس تاخدي الجرعة، مفيش فلوس تورينا عرض كتافك. المرة دي وبس، وبعد كده مش هتشوف وشي خالص. اصلا انا مسافرة. لا يا شيخة، كنت بطلتي من زمان. يلا يا بت انت من هنا، يلا. طيب بص، انا معايا 750 جنيه اهم، اديني بيهم بقى اي حاجة، ها؟ وهبقى اجيب لك الباقي، هبقى اديهم لصفية، ها؟ ودول يعملوا ايه بقى يا شاطرة؟ مفيش حقن ولا جرعة الا لما تدفعي تمنها كله. يلا بقى من هنا، يلا. مش عايز قلب الدماغ، خلينا نشوف اللي ورانا. بص ايدك يا معلم حودة. انا ممكن اجيب لك الفلوس دي بكرة، ها؟ انت هتمشي يا بت ولا ارميكي في الشارع؟ طب اديني الجرعة الاول، وارميني في الشارع بعد كده، ارميني للقطط والكلاب، انا ما عنديش مانع. تعال صفية، شيل البت دي من قدامي. كده برضه يا معلم حودة. طيب هتشوف انا هعمل فيك ايه. انا هطلع من هنا وهبلغ عنك واديك في 60 داهية. انا تزوقني وتطردني بعد الالوفات اللي اخدتها مني. ما انت طفحتي بيها. صفية، وريها الباب فين. انا عارفة الباب فين. انا خليتك تدفع الثمن قصاد طردك ليا، ما بقاش انا اشجان. يا ويلك مني يا حودة، يا ويلك مني. صفية، يلا يا اختي بقى من هنا. ده انت من شويه كنت موطيه على رجليها عماله تبوسيها، دلوقتي بتهدديه. اسم الله. يلا ياما مع السلامه، ولو شفت رجلك هنا تاني انا اللي هعرفك مقامك. انا ماشيه، بس هتشوف انا هعمل فيك ايه، وهتندم على اللي عملته فيا ده. معنى كده ان اشجان هددت المجني عليه وانت سمعتيها؟ ايوه يا باشا حصل. تفتكري تكون هي اللي قتلته؟ بص يا باشا، المدمن لو اتحرم من لا مؤاخذه يعني الهباب اللي بيتعاطاه ده بيقلب لمجنون، لحيوان سعران، لا له صاحب ولا له حبيب. ممكن يسرق، ممكن يقتل. ربنا يرحمنا يا باشا بقى برحمته. من التحريات يا فندم اتضح ان المجني عليه من اكبر تجار الحبوب المخدرة في منطقة المطرية، وسبق واتحكم عليه، لكن للأسف رجع لممارسة نشاطه مرة تانية، ووسع نشاطه وبقى يتعامل مع كل انواع المخدرات. انا اعتقد ان الجاني من دائرة المترددين عليه، بدليل انه عارف مكان الفلوس، ده غير انه سرق حبوب مخدرة وحقن. انا برضو من رأي سيادتك يا فندم. وعموما تم استدعاء اشجان عبد المعطي ابراهيم ومنتظرة بره. يبقى نسمع اقوالها. كنت بتترددي على المجني عليه حوضة طينة يا اشجان؟ وانا هجيله ليه بس يا سيادة الوكيل؟ علشان بتتعاطي يا اشجان. لا يا سيادة الوكيل، انا اتعالجت ودخلت مصحة والحمد لله بطلت خالص. كنت عنده بتعملي ايه امبارح الساعة 5 بعد الظهر؟ كنت جاية أسدد فلوس قديمة كانت عليا ليه. اسمعي يا أنسة أشجان علشان نقصر في الوقت. صفية شافتك امبارح وسمعت الحوار اللي حصل بينك وبين المجني عليه، ده غير ان الموبايل بتاعه كان عليه اسمك اكتر من مرة، واخرهم كان الساعة 4:30 الظهر في نفس اليوم اللي اتقتل فيه بالليل. طب انا هقول لحضرتك على اللي حصل. هو انا فعلا جيت علشان اخد الحقنة او اخد الجرعة، بس هو رفض علشان يعني الفلوس ما كانتش كاملة معايا. اتخانقت معاه وهددته بكلمتين بس مش اكتر، ومشيت بعد كده من عنده، لكن انا ما قتلتوش. اصلا انا لا يمكن اقتل يا ست الوكيل. المدمن تحت تأثير حرمانه من المخدر ممكن يعمل اي حاجة حتى ان وصلت للقتل، فيا ريت تعترفي. صدقني والله اللي بتقوله ده ما حصلش. طب قولي لي بقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل اني بعد ما نزلت من عنده كانت الدنيا بتلف بيا ومش قادرة اتلم على اعصابي، كنت عاملة زي المجنونة.
رحت لواحدة صاحبتي وترجيتها انها تسلفني، وكملت على الفلوس اللي معايا وقلت اروح اخد الجرعة. بس وانا طالعة على السلم سمعت صوت صفية، وكان في واحد معاها. سمعتها بتقول له: بقول لك يا حسين، ادخل له دلوقتي. بلاش دلوقتي يا صفية، انت قلتي حصل خناقة النهاردة وممكن مزاجه ما يكونش رايق. اسمع الكلام بس يا سحس، حودة دلوقتي في دنيا غير الدنيا خالص، سرحان ولا داري بأي حاجة. يعني تفتكر هيديني اللي انا عايزه؟ انا حافظة المعلم حودة، بقولك هو في الحالة دي هينفذ كل اللي انت عايزه. دي الغزالة رايقة، ولما بتبقى رايقة في الوقت ده بيعمل كل اللي بيطلب منه. ماشي خلاص، اطلع له. خلص معايا سحس، ولما ترجع طمني يا حبيبي. انا هروح على البيت اريح شوية عشان الشغل التقيل كله بالليل من 11 وانت طالع. معنى كده انك ما طلعتيش ولا خدت الجرعة؟ انا قلت اتصرف من حتة تانية بدل ما صفية تقل ادبها عليا، وخصوصا انها كانت مستحلفالي، فخدت بعضي ونزلت قبل ما تحس بيا. والكلام ده كان في حدود الساعة كام؟ معلش، هي حتة الوقت دي ما بتجمعش معايا قوي، لكن اقدر اقول انه تقريبا كان في حدود الساعة 10 مثلا. وقعي على اقوالك وما تتحركيش او تغادري لاي مكان لحد ما التحقيق ينتهي. معلش حضرتك ممكن تعدل الورقة الناحية دي؟ معلش اصل انا شولة. مساء الخير يا دكتور محمد. اهلا يا فندم. وايه الاخبار عندك؟ في 3 اصابات وكلهم بنفس السكينه، في دراعه الشمال وسايبه جرح خفيف، واصابه في جنبه الشمال برضه، والتالتة في رقبته، واعتقد ان هي اللي ادت لوفاته. قصدك ان الطعنتين الاولى والتانية كان ممكن يعيش؟ ايوه، لانهم جروح غير نافذه، لكن الطعن اللي في الرقبه اصابت الشريان السباتي وادت الى نزيف شديد وسريع، وده بيؤدي للوفاه على طول في دقايق لو النزيف ما اتلحقش بسرعه. في اي بصمات على السكينة؟ للاسف لا، السكينه اللي استخدمها من غير اي بصمه، ومسح كل بصماته من عليها، علشان كده سابها في مسرح الجريمة. وكل الطعنات جهة اليسار بما فيها طعنة الرقبة. وفي حاجة كمان عارفها، انه بيتعاطى. عرفت المعلومة دي من سير التحقيق. نسبة المخدرات في الدم عالية جدا، مع ان عادة اللي بيبيعوا السموم دي ما بيستخدموهاش. يظهر ان طينة كسر القاعدة. اسمه طينة؟ شهرته حودة طينة. مش عايز تعرف وقت الاكل؟ الوفاة حصلت الساعة كام؟ حصلت في حدود الساعة 12:30 بالليل. حسين محمد النبراوي ده شغال خراط، والمحل بتاعه في نفس المنطقة اللي كان عايش فيها حودة طينة، والمحل بتاع حسين مقفول بقاله فترة. وسمعت كده من أهل المنطقة إن السبب إن عنده مشكلة في إيده. لما يدخل هنعرف مشكلة إيده دي. اللي في إيد حضرتك ده تقرير المعمل الجنائي؟ أيوة، البصمات اللي موجودة على تيكت السفر تخص أشجان عبد المعطي. حضرتك طبعا ما قلتلهاش على موضوع تيكت السفر ده. لا طبعا، أولا كنت مستني تقرير المعمل الجنائي، وثانيا هي ما جابتش سيرته. ممكن يكون وقع منها وما خدتش بالها. وممكن حاجة تانية. عموما دخل حسين لما نشوف حكايته ايه ده كمان. والله العظيم يا باشا، انا ماليه في اللي حصل ده. انا طول عمري كافي خيري شري وفي حالي. وبعدين سعادتك لو سالت عني في الحته بتاعتي 1000 مين يدلك عليا يا باشا. انت خطيب صفيه؟ ايوه يا باشا، مخطوبين بقالنا 4 سنين وشويه. يعني كنت تعرف المجني عليه بحكم ان خطيبتك بتشتغل عنده؟ طبعا كنت اعرفه، بس انا اعرفه زي ما كل اهل المنطقه يعرفوه. هو كمان كان صاحب، الله يرحمه. الله يرحمه. انت كنت عند المجني عليه يوم الجريمة، يعني في نفس الليلة اللي اتقتل فيها؟ ايوه، بس انا لحد ما نزلت من عنده كان عايش، وسمعت بالخبر الاخبر ده الصبح من الجيران واهل المنطقة يا باشا. لما رحت له كان في حد عنده؟ لا يا باشا، ما كانش في حد، بس هو ما كانش مبسوط وكان متضايق، وكان لا مؤاخذة يعني بيدخن سيجارة يعني من سجايره اياها دي. وفي وسط الكلام قال لي: البت دي مش باين عليها هتجيبها البر يا حسين.
عامله لي فيها بنت ناس ومعهاش حق التذكره وعايزه تاخدها مني ببلاش. وصل بيها الحال انها تهددني. ده بس عشان ما خدتش المعلوم، وانت عارف بس بتبقى حالة المدمن ايه يا معلم. دي ممكن تقلب الدنيا عليا يا سحس، وهتفتح عيون الحكومه وتعمل لي زيطه وشوشره ووجع دماغ. انا مش عايز البت دي تعتب هنا تاني حتى لو اضطريت اخفيها من الدنيا. روق روق يا معلم حوده، ما تكبرش الموضوع، دي في النهايه برضو بنت يعني. قال ايه؟ عايزه تاخد كيفها غصب عني من غير ما تدفع. ليه؟ انا فاتحها سبيل. البنت دي تقدر تقتل؟ بص يا باشا، المدمن بيبقى عقله مش فيه وممكن يعمل اي حاجة. لكن انت كنت رايح للمعلم حودة ليه؟ بصراحة انا كنت رايح استلف منه مبلغ عشان نكمل الجواز انا وصفية. انا داخل فوق عن شهرين الورشة مقفولة لان لا مؤاخذة حصل عندي قطع في وترين في ايدي اليمين. وسلفك اللي انت عايزه؟ للأسف مرضيش يديني ولا جنيه، وخرجت من عنده زي ما دخلت. خرجت من عنده الساعة كام؟ يعني كانت الساعة 10:30 أو 11 إلا ربع. أصل أنا وصلت القهوة يعني مسافة ربع ساعة كده عشان أتفرج على محمد صلاح والماتش، لا مؤاخذة يعني الماتش بدأ الساعة 11. يعني خرجت من عنده على القهوة على طول؟ ده اللي حصل يا باشا، وفي السكة كلمت صفية وحكيت لها على اللي حصل. مدحت باشا. أيوة مجدي. ايه حضرتك رحت لحد فين؟ أكيد بفكر في القضية، هيكون إيه تاني؟ طب وحضرتك وصلت لإيه؟ وصلت لحد الجاني. طب الحمد لله كده القضية دي اتحلت بسرعة. ها، ومين الفاعل يا فندم من المشتبه فيهم؟ صفية ولا خطيبها ولا يمكن بنت الزوات أشجان؟ الجاني هو مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الواد حسين غلبان يا باشا، لا يمكن يقتل ابدا. امال مين اللي ممكن يكون قتل المعلم حوضة طينة يا صفية؟ اشجان، هي اشجان مفيش غيرها. انا فكرت زيك كده برضو، بس في التحقيق اكتشفت انها شولة. ها؟ والثلاث طعنات كانوا في جهة اليسار، لحد بيستخدم ايده اليمين كويس قوي. وكمان اكتشفت في التحقيق ان خطيبك حسين عنده قطع في وترين من ايده اليمين. تفتكري يبقى فاضل مين؟ جبت القوة دي منين يا صفية؟ ازاي قدرتي على واحد زي حوضة طينة؟ لانه كان شارب يا باشا، شارب مخدرات ياما، خليته طينة طينة على الاخر. كملي انا سامعك. انا وحسين داخلين على 4 سنين ويمكن اكتر مخطوبين يا باشا. كل اللي كان بيطلع له من الورشة على اللي انا باخده من حوضة طينة، لكن زي ما احنا محلك سر، الغلا والكوى واقف لنا بالمرصاد. التلاجة اللي كانت ب10 ولا 7000 وصلت ل30 و40 ألف يا باشا، وكملت بقى لما حسين ايده عطلت من 2.5 شهور. وانا شايفة حودة يوميا بيلمله من 30 ل40 ويمكن 50 ألف جنيه في اليوم، وانا يا دوبك من 600 جنيه ل750، وبفضل معاه فترة الصبح وفترة بالليل من 11 وانت طالع. ولما حسين كلمني في التلفون وقال لي انه رافض يسلفه 30 ألف جنيه، 30 ألف جنيه إيراد يوم واحد رفض يسلفهم لنا. الدم غلي في عروقي يا باشا. الساعة 11 وربع عنده في البيت، فتح لي ودخل اوضته، دخلت وراه لقيته عمال يعد في فلوس يا باشا. عايزة حاجة يا صفية؟ عايزة شوية من اللي في ايدك دول يا معلم حودة. ايه؟ انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ واحدة الصبح عايزة تتكيف من غير ما تدفع حقه، وخطيبك لسه نازل عايزنا اسلفه 30,000 جنيه. حد قال لكم ان انا بنك؟ هي البضاعة دي لا مؤاخذة مش بتحتاج فلوس عشان اجيبها، ولا يكونش انا فاتحها تكية ومش عارف؟ يوه بالراحة عليا يا معلم حودة.
انت كنت مستني ان انا اتكلم عشان تفتح في الرابع كده؟ يوه، وبعدين يعني ما انا طول النهار والليل معاك. هو ده يا اخويا برضك ملوش تمن؟ وهو انت بتاخدي شوية يا صفية؟ شغلانة ايه دي اللي بتدي من 750 ل 800 جنيه وساعات 1000 في اليوم؟ كان ليهم قيمة زمان يا معلم، الله. لكن دلوقتي لو رحت بيهم السوبر ماركو هيطيروا من ايديك. يبقى تعيشي على قدك يا روح امك. يوه، شوفي مين اللي يكون زبون، وقفلي على سيرة السلف والفلوس دي خالص. ويا ريت بقى فنجان قهوة عشان افوق شوية. رحت خلصت مع الزبون ودخلت المطبخ عشان اعمل له القهوة، وفجأة شفت السكينة وافتكرت الفلوس اللي عمال يعد فيها عشان يوديها البنك. ملايين ملايين اللي عنده، كتير قوي يا باشا. قمت مكنسلة على القهوة وخدت فوط المطبخ ولفيت فيها السكينة. فين القهوة يا بت يا صفية؟ عالنار يا معلم. طب لو حد رن الجرس ما تفتحيش. ها؟ انا قلقان من البت اللي اسمها ايه، اشجان دي. أشجان. عشان كده بلم الفلوس وشوية البضاعة اللي موجودين هنا لما اشوف اخرتها ايه. مسكت السكينة وهجمت عليه في اللحظة اللي كان بيتضير فيها. جت في دراعه، بصلي برعب، شدتها من دراعه وضربتها بكل قوتي في جنبه. حط ايده الشمال على جنبه وكان زي المذهول مش مصدق ان انا اعمل كده. رحت شدت السجادة، وقع على الارض، وقعت السكينة. جريت عليه بسرعة ومسكتها بالفوطة وغرستها في رقبته. المكان اتحول لبركة دم. مسكت السكينة وجريت على الحوض، غسلتها ونشفتها بالفوطة، وحطيت الفوطة في الشنطة ومعاها إيراد اليوم كله. وعشان أحبكها وتلبس أشجان رحت واخدة شوية حقن وحبوب وتذاكر مخدرات. فتحت باب الشقة ونزلت وسبت الباب مفتوح وعملت حساب كل حاجة، لكن وقعت بسبب أشجان. خد المتهمة وكمل إجراءاتك يا حضرة الضابط.
لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل القضايا الجديدة والحصرية في القناة.